السلام عليكم، كي دايرين؟ مرحبا بكم عند قناه طبخ ام خديجه فريد. اليوم غادي نصوب معكم او نشارك معكم واحد الطاجين ديال الفرخ بالبطاطا والشرموله لاصوص ديال المطيشه. هانتوما عندي هنا تقريبا كيلو اللار، تحيدات ليه الجلده وداكشي، وبقى هادشي اللي كاين. هذا الحوت هذا تيكون طري، تيكون بحال الشكل ديال البيض ديال البيض ملي كيكون مسلوق، كيجي بحال الشكل. المهم هذا الحوت تيكون زويون. تنقولوا حنا الفرخ. بسم الله. هانتوما كتشوفوا انا غادي نشرملو. غادي البنات باش كنشرملو كنتكو بعدا شويه بالفاشيطه او بالموس، عاد كندير فيه شرموله ولا بالقطيب بحال هكا تقريبا. كنبقى باش تدخل فيه ديك الشرموله، هو تيطيب دغيا تيبقى ديك تقريبا ديك ثلث ساعه ديال الطياب فوق العافيه. المهم دابا غادي ندير شرموله يا البنات. هاد الشرموله اللي قلت لكم ديما كندكو انا في المهراز الثومه والقزبور، ومني كندكو مع شويه د المليحه، وعاد كنزيد عليهم الكمون والسودانيه والتحميره. هادشي اللي كندكهم كنخليهم في قاعه ديال الدجاج تكون بالغلاقه. كندير عليها شويه الزيت. المهم ما كطوليش، انا ديك السيمانه هكا كتدي ليا سيمانه. ممكن دير ما ديروا عليها لا زيت لا والو، ممكن ديروها في الفريغو لا كطول لكم. المهم بسم الله. انا ديك الشرموله اللي غادي تكفاني في دقه، تقريبا 2 معالق كبار ديال الشرموله. غادي نزيد عليها شويه د العطريه، لان هاد العطريه غادي نديرها نيت وغادي نصوب معها حتى لاصوص ديال المطيشه. المهم هانتوما كتشوفوا كلشي قدامكم. عندنا معلقه كبيره ديال التحميره هي اللي كنقوي شويه. عندي نص معلقه صغيره ديال الكمون، حيت داير الكمون في الشرموله ما تنبغيش نقويه باش ما يمغلياش الطاجين ديالي. وعندي شويه السودانيه. هاد السودانيه البنات حاره بزاف، داكشي باش تغير شويه تقريبا ديك راس المعلقه ديال السودانيه. وعندي شويه الملحه اللي غادي تقريبا معلقه صغيره ما عمراش. وهذه البنات هذا الخرقوم البلدي كندير حتى هو شويه. وهذه ديك العطريه ديال الحوت كتشريها من مول الحوت. انا غادي نوريكم البطه ديالها، ممكن تشريوها بالعبار، ممكن تقول لي 5 دراهم ولا 10 درهم على حسب داكشي اللي بغيتو نتوما. ها هي البنات، هذه هي كتكون في هذه البطه، وممكن تشريوها زعما معبوره. المهم هذه هي البطه اللي شريت انا 5 دراهم. وعندي هنا معلقه حامضه معصره، غنديرها كامله صافي. كنحرك هاد الشرموله مزيان. هذا الطاجين ديال الفرخه البنات كيجي ألد ما يكون، كيجي لذيذ لذيذ لذيذ. الا درتي ليه الشرموله مزيان وداكشي كيجي غزال صراحه. انا بلادي ما كياكلوش الحوت، ولكن هاد الطاجين هذا كياكلوه صافي. كنديروه بحال هكا الحوت كتدخل فيه ديك الشرموله مع داك الحامض، وهذا مع داك ملي تكوينه بالموس. ممكن تكون حتى بالفرشيطه ولا القطيب ديال الشوا صافي. كنخليوه في جانبا. كنجيب الطاجين ديالي، الطاجين ديال البنات ها هو. غادي نفرش فيه هاد العويدات ديال القزبور، واللي ما بغاش اللي ما عندوش هاد العويدات ماشي مشكل. المهم ملي كتشيل القزبور راه كيكونوا هاد العويدات في القزبور، كتحيديهم كتغسليهم وكتفرشيهم للطاجين. كدير بحال هكا باش ما كيلصقش داك الحوت في سميتو. وفي نفس الوقت كيعطيو هاد العويدات ديال القزبور كيعطيو واحد اللذه زوينه. كنفرشو عليه داك هاد الحوت هذا، كنديرو عليه هاد الحوت من الفوق. دابا هاد الشرموله اللي بقات ليا هانتوما كتشوفوها، غادي نزيد عليها هاد لاصوص ديال المطيشه. هادو 3 مطيشات كبار حكيتهم، غادي نحركهم مع هاد الشرموله اللي بقات ليا. وغادي نزيد واحد نص كاس ديال الزيت، الكاس ديال العنبه
هانتوما البنات كتشوفوا. غادي نجيب الزيت، غادي ندير تقريبا داك نص كاس ديال الزيت البلديه البنات. انا كندير البلديه. كنحركوها مزيان. ما غاديش نزيد العطريه لان داك العطريه كلها اللي درنا في الحوت راه شطنا ديك الشرموله هنا من الملحه من الخرقوم. المهم غادي تشوفوا عينكم ميزانكم غير على حساب الملح. اما داك العطريه ما غاديش نزيد انا العطريه لا والو. دابا غادي نخليها جانبا وغادي نجيب بطاطا سلقتها من قبل. بطاطا عينكم ميزانكم البنات. بطاطا كنسلقها مع واحد العويد ولا جوج ديال المعدنوس ولا الكرافس والملحه، وكنصفيها من بعد ملي كطيب ليا. خليتها شويه انا طابت ليا شويه، مشيت تلهيت في حاجه اخرى مشيت خليتها. المهم كندير بحال هكا صافي. كنغمر غير البطاطا هكا عشوائيا. كدير معها حتى واحد الطرف الحامض البنات. ملي كتسلق البطاطا كدير معها واحد الطرف الحامض. نحاول المعدنوس اللي سلقت مع البطاطا بالورق ديالو كيعطي واحد الدف البطاطا زوينه هي والكرافس والكرافس. المهم هاد الطاجين والله البنات الا صدقوني الا تبعتو بحال هاد الشكل هذا اللي كيجيك ما تصوش اللذه ديالو. ممكن اللي بغى يدير خيزو حتى هو يديرو. وبعطات كندير البنات القرعه الحمراء. القرعه الحمراء ماشي ديك ديال بحال ديال الطعام فعلا، ولكن كاين واحد القرعه دابا نصورها لكم شي نهار. تتكون حنا كنشريوها من تيقولك تتجي من جهه ميدالت. واحد القرعه ما تصورش كي تتجي في المذاق ديالها. هي بيو اصلا. كنديرها في الطاجين ديال الحوت، كنديرها في الطاجين ديال الخضره ملي كنطيبو مع اللحم هكايا. المهم كتجي ما تصورش اللذه ديالها اللي كتجي. البطاطا ديالنا شي وحدين طابوا ليا بزاف شي مشكل. صافي البطاطا عندكم ميزانكم البنات على حسب الاشخاص اللي كينفضل عند كل واحد. انا تقريبا ديك كيلو الله ديال البطاطا. دابا غادي نقطع عليها واحد الفليفله. كنشدو فلفله هادي ولا عندكم حتى الحمراء ممكن ديروها. كتقطعوا دوابر هكايا. هذا الطاجين صحي ما العوض ما نقليو الحوت ولا نديروه في الفران ولا هذا. كيجي هكا تيجي صحي زوين لذيذ. وكنبدلو على الطاجين اللي تنعرفو دائما كنديروه بشكل اخر الكوري ديال الكفته ولا كنديرو داك الحوت في الفران عاوتاني نبدلو. المهم هذا الفرخ هذا كيعجبني انا بالطاجين كيجي غزال. هذا هو اللي غادي الفكره اللي بغيت نوصل لكم انها الطاجين ديال الفرخ ما تصورش كي تيجي في المذاق ديالو. وراه ماشي غالي البنات بزاف. بعقطات على حسب بعقطات كيدير 60 درهم، بعقطات كيدير 80 درهم على حسب المواسم. انا لقيتو البارح داير 80 درهم. جبت غير كيلو لاب تقريبا اللي جبت. صافي كنديرو هكا الفلافل. الا عندكم حتى الحمراء ممكن ديروها. غادي ندير دابا الحامض. غادي ندوابو ديال الحامضه البنات. الحامضه كيعطي اللذه للحوت. غادي نحيد داك العظم باش ما يطلقناش ديك المروره في الحوت. هذا الطاجين سريع في سميتو ثلث ساعه. واخا تقلتي حتى الاخير. دابا راه اخر وقت كنطيبو تقريبا راه الظهر والدن عندنا حنايا. انا غادي نديرو ان شاء الله ثلث ساعه كيطيب كيوجد. صافي ها انت ترديتي. المهم ماشي بحال كوكوط ولا شي المهم ولا الاكل الاخر كيشد شويه الوقت. صافي البنات كنشدو دابا هاد لاصوص.
هذه ديال المطيشه كنبقى نوزعوها على الطاجين ديالنا، البطاطا ديالنا. هذا اللي عنده المزاود ممكن الفلفل الحار يديرها من الفوق. صافي ما كنزيدو لا ما لا والو، لان هاد المطيشه كترخي الماء ديالها، والحوت كيرخي حتى هو الماء. صافي كيطيب على عافيه مهيله. غادي نجهد العافيه في الاول حتى يبقى يبقبق حتى يبقى يطبخ، ومن بعد غادي نقص العافيه وغادي يطيب على المهل، لان الفرخ كيطيب بسرعه وهذه البطاطا طايبه. عرفتي المطيشه ما كتشدش الوقت بزاف. صافي هادشي اللي كاين عندنا. صافي نتلقاو البنات من بعد ما يطيب. غادي ندير دابا فوق البوطه ان شاء الله، وغادي ندير الحديده اللي تكون تحت الطاجين باش ما تحرق لكمش الطاجين وما يجيش ديك ريحه الحروقه تتكون فيه. انا نوري لكم الحديده اللي كندير انا تحت الطاجين ديالي. ها هي البنات الحديده اللي كدير تحت الطاجين ديالي، تتكون متينه شويه. قد ما كتكون متينه شويه قد ما كتشدش داك، ما كتعطيش للطاجين ديك الحروقه. انا كنديرو تنشوي عليها حتى الفلفله هذه، كتشويه الفلفله كتشويه الدنجال. صراحه عمليه هاد الحديده هذه كتباع زعما كل بلاصه، غير ما تشوفش ديك رقيقه يا البنات. هادشي اللي كاين. دابا غادي الطاجين ديالي يطيب وغادي نتلاقاو من بعد. الطاجين البنات ديالنا من بعد ما طاب، هانتوما شفتوا كي كيجي لذيذ، كيجي غزال وتيطيب بسرعه. وهانتوما ما كنزيد لا ما لا والو، راه كيبقى بسميتو بديك لاصوص ديال المطيشه ديالو هي كتعطيه الماء. هانتوما شفتوا. والله البنات غير صدقوني جربوا هاد الطاجين وديروه بهاد الطريقه، والله ما تشبعوا منه، وحتى وليداتكم غادي يبغيوه ليكم. وبصحتكم وراحتكم، والى وصفات اخرى ان شاء الله.